الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة نحن لا نستغرب ما يقوم به معظم الباحثون والمستشرقون الغربيون من تحريف وتزييف للتاريخ العربي والإسلامي، فهم أعداء تاريخيين بالنسبة لنا في هذا الجانب. ولكن المؤلم والمخجل أن نرى عدد كبير من القراء والكتاب العرب يرددون ما يقوله المستشرقون الغربيون وكأنه الحق المبين. من هذه الأخطاء الفاضحة قولهم أن الملك الصالح ذو القرنين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف هو الإسكندر المقدوني ابن فيليب، ويردد آخرون ما يقوله العالم الهندي أبو الكلام آزاد من أن الملك ذو القرنين هو الملك الفارسي كورش. وهنا نحاول باختصار شديد أن نرد على تلك الفرضيات الخاطئة. بداية، لم يكن الإسكندر المقدوني مؤمنا بالله موحدا، بل كان وثنيا مشركا، وهو من تلامذة الوثني أرسطو أو أرسطاليس، كما أنه لم يعش الفترة التاريخية القديمة التي عاشها ذو القرنين، ولم يعمر سوى 30 عاما ثم اغتيل وقصته مشهورة، بل أن بعض المؤرخين ذكر بأنه مصاب بالشذوذ الجنسي والله أعلم. أما الفرضية الثانية فسرعان ما ثبت بطلانها، فقد عثر على أسطوانة كبيرة تعود إلى الملك الفارسي كورش نفسه، ذكر فيها في أحد نقوشها من أنه كان يعبد صنم بابل الكبير ويمجده وهو بذلك وثني مشرك. أما نحن فنقول باختصار شديد بأن كل الدلائل الدينية والتاريخية والعلمية الأثرية والتراثية الشعبية تثبت وتشير بوضوح من أن الملك الصالح ذو القرنين هو أحد ملوك اليمن القدماء. قال ابن عباس رضي الله عنه هو الصعب بن عبد الله من حمير، وقال ابن كثير هو الصعب بن ذي مراثد ملك متوج من حمير ابن سبأ، وقال ذلك الهمداني وابن هشام والبيروني وابن شرية الجرهمي ونشوان الحميري وعدد كبير من علماء الإسلام والمسلمين. أما تاريخيا فإن كلمة ذو أو ذي وتعني صاحب لم تكن تستخدم إطلاقا إلا في العرب، وخاصة العرب اليمانية، ذو رعين، ذو يزن، ذو فائش، ذو نواس، ذو محمد، ذو حسين، ذي ناخب، إلى غير ذلك من المسميات. أما علميا وأثريا فإن المادة التي بني بها سد يأجوج ومأجوج وهي إذابة قطران الحديد لتلحيم الصخر، ولم تكن تستخدم إطلاقا إلا في بلاد اليمن القديم، وما سد مأرب إلا خير شاهد على ذلك. أما تراثيا وشعبيا فها هم أبطال اليمن عبر تاريخهم القديم يفخرون على بقية العرب دون منازع بانتماء ذو القرنين لهم. قال النعمان بن بشير الأوسي الأنصاري رضي الله عنه: فمن ذا يعادون من الناس معشرا كراما فذو القرنين منا وحاتمي. وقال شاعر حميري آخر: قد كان ذو القرنين جدي مسلما ملك تدين له الملوك وتحشدي، بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد. وقال شاعر حارثي يفخر على غيره من العرب: هاتوا لنا واحد منكم فنعرفه، في الجاهلية لاسم الملك محتملا كالتبعين، وذو القرنين يقبله أهل الحجى فأحق القول ما قبل. وها هو فارس خثعم أنس بن مدرك الخثعمي يقول: لعمرك من عاش الهنيدة سالما 20 عاما بعد ذاك وأربعة، يخبر عن من مات حتى كأنه رعى الصعب ذو القرنين أو رأى تبعا. وهنا أقول باختصار شديد بأننا سنلجم ونخرس كل من تسوي له نفسه التحريف والتزييف في تاريخ بلاد مهد العروبة ومنبع الحضارات الإنسانية اليمن السعيد. وبالله التوفيق. السلام عليكم.